هنا بقى اول حاجه هنعملها، هنجيب المنخل كده هنحطه في صينيه. طبعا المنخل ده بتاع امي، يعني انا معتزيه بيه اهو. هندخل المغاد فيه. تمام. طبعا يا جماعه المغاد ده له طريقه في تطبيخه، مش اي حد بيعرف يعمل المغاد يعني على النار. طريقته لازم تبقى لها مواصفات خاصه عشان ما يطلعش لزج، عشان لو طلع لزج بعد وانت بتيجي تشربيه او بتيجي بقى تاخدي منه عشان تعملي كوبايه او فنجان، محدش هيحب يشربه. فلازم يبقى محمص، لازم يبقى مستوي، لازم يبقى بطريقه حلوه بحيث ان هو ما يكونش كمان ما يديش مراره، عشان ما ينفعش يبقى مر ويشرب، يعني ما يتحمص زياده عن اللزوم. له طريقه بمقادير معينه. احنا حطينا المغات هنا اهو، وهننخل كده بس بالراحه بالراحه خالص اهو. انا هنخله وهرجع لكم تاني بعد ما نخلته اهو. ده اللي طلع منه اهو، شوفوا جامد ازاي وخشن. ده ممكن يبقى مش حلو في المغاد او يعمل كتل كده. فده نخاله كده طلعناها من المغاد اهو، وناعم وجميل اهو. ده هنعبيه في العلبه دي عشان كل حاجه هنشتغل بها بالتفصيل، بس بالترتيب كده. ندخل الاول وبعدين نبدا في تحميص كل حاجه لوحدها، وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنقل ده في العلبه دي كده اهو. احنا نخلنا المغاد وعبينا في العلبه اهو. هندخل ايه تاني في نفس الصينيه احنا بعد ما خدنا منها طبعا، وايدنا تبقى لتحت، والمنخل ما نرفعوش كده واحنا بننخل عشان الحاجه ما تهبش في البيت. ده التحويكه اهي، برضه هنعملها ونحطها في المنخل بالراحه اهي. وبالراحه خالص عشان ما تهبش ايه في الحاجه حوالينا. دي تحويجه المغاد. ده ربع كيلو وده ربع كيلو، يبقوا كام؟ يبقى نص كيلو من كل حاجه. النص كيلو بياخد كيلو سمنه، ربع كيلو من كل حاجه بياخد نص سمنه. هي مقادير وتطبيخه سهل، بس بطريقه معينه وبالراحه وعلى نار هاديه عشان ما يتحرقش وما يمررش مني. هنخل برضو ده بالراحه كده، وممكن اعمل بالراحه كده لان ده منخل حرير مش موز سلك، يعني عشان برضو يسيب نخاله في المنخل. او اعمل كده. شوفوا ده ناعم اهو، وده شوفوا خشن ازاي زي الرده كده، فده مش بنستعمله. هما بيعملوه في السوق بس احنا بيت وعارفين نظام المغات ازاي، فاحنا بنشيل ده ملوش لازمه. ناخد بس الناعم علشان تبقى حاجه ناعمه كده وزي القشطه في بقنا كده، ما فيهاش عيوب. وممكن برضو ننخله تاني ونعينه، نعمل بيه قرصه اللي هي القرصه الصفراء، ما نرميش لان ده طبعا تحويجه، بس ما نعملهاش في المغاد لان المشروب بيبقى عايز مش عايز حاجه تحسي لها في بقك تبقى خشنه كده اهو. شوفوا ده من ده فرق اهو كده. هعبيه بقى اهو كده يا جماعه. برضو هعبي دي التحويجه اهي. يبقى انا خلت المغاد ونخلت التحويجه. لسه ايه بقى هنعمله برضو؟ نحضره زي كده السمسم.
السمسم هيتنقع ويدغ. طبعا هيبقى اجي الدور على ايه؟ على السمسم اهو. السمسم بقى هنحطه في الصينيه دي وننقيه لان بيبقى فيه حصى، وبعدين نغسله وننشفه في الشمس، وبعدين ايه؟ نحمصه. هنحمصه في السمنه، مش هو مبلول، لا، لما ينشف من الميه يخرفش بقى وهو بيتحمص. شوف في بعض حاجه سودا كده اهي، انا مش شايفه يا جماعه معلش من غير النضاره، بس هو باينه يعني في نقط كده سودا وفي حاجات سودا اهي، يمكن الكاميرا جايباها اهي اهي. ده لازم انقضه كله علشان ما ايه، ما يبقاش بيقرش تحت بقنا واحنا، عشان الحاجه مصفوفه. ده لازم كله يتنقى اهو، وبعدين يتغسل. يبقى مرحله السمسم كده هننقيه ونغسله وننشفه، يبقى ما عادش عندي الا ايه؟ الا الجوز. الجوز ده هسيبه، هحطه كده على طول في السمنه واحمصه، بس هحمصه يبقى لونه ذهبي كده بيخرفش زي اللذيذه كده. وفي اخر حاجه هيتحط، لو انا عايزه اسيب حبه متحمصين احطهم على وش الفنجان اسيب، عايزه احطه كله في قلب المغاد عادي احطه كله، ماشي. ده يعني حاجه اختياريه بالنسبه لي. فانا هنقي بقى ده، لان انا بحضر المغاد على بيات يا جماعه. انا بعمله في فتره بنتي اللي هي ام النونو، لان طبعا انا ما ينفعش ان انا كان نفسي اعمله لها في البيت واجيبه لها جاهز هنا علشان ما يعكش البيت يعني وكده، لانه برضو بياخد وقت، بس ما ينفعش انا قاعده معاها يعني، عشان يبقى انا معاها بشوفها وبعمل لها حاجتها، وفي نفس الوقت بعمل لها طلباتها يعني، عشان ما تبقاش ناقصها حاجه. تمام. هنقفل بقى على ما ننقيه ونغسله وننشره ايه، ونحطه في الشمس عشان ينشف. وانا بحمصه بقى بعد ما يجهز، زي ما انا جهزت التحويجه كده وجهزت المغاد. واحنا بقى بنقسم السمنه في الحلل 3 اجزاء، لكل حاجه جزء. هنشوف مع بعض، هنكمل الفيديو مع بعض. فدلوقتي اسيبكم كده لحد ما اعمل السمسم. مع السلامه مؤقتا. اهوت، شوفوا نضيف ازاي، مفيهوش حاجه خالص اهو، ولا حبايه سمراء ولا حصى ولا اي حاجه، زي الفل اهو. هنغسله بقى هنا وهنصفيه كده غسل عشان يبقى نضيف. ابعت كده عشان لو في رملايه تدوب وتنزل بقى مع الميه الايه. ولازم المصفى تبقى ضيقه كده اهو، عشان السمسم ما يضيعش في الارض او في الحوض اهو. هغسله غسله كمان وارجع لكم اهو. كده خلص السمسم معايا وصفناه اهوت. طبعا لو لقينا فيه حاجه غامقه ما نقولش ده حصوه، لان ممكن دي تبقى سمسمه ايه في التحميص غامقه شويه، لكن هو بقى زي الفل والميه بتاعته كانت زي الفل اهو. مش عايزه بقى امسكه بايدي عشان ايه؟ مجنون ما يمسكش في ايدي اهو. مفيش اهو، شوفوا انا بصفيه للاخر كده يا جماعه. السمسم اهو نضيف زي الفل ونشف. هنحطه برده في الحله نحمصه من غير زبده دلوقتي ومن غير سمنه، بس قبل ما اعمله هحمص الجزء الاول علشان مكانه هنحمص ايه للسمسم. كده هنحمص هنا الجوز الهند على نار هاديه. ده نص كيلو، ده ربع كيلو وده ربع كيلو، يبقى كده نص كيلو جوز. هنقلبهم في السمنه السمنه كافيه قوي. شوفوا نحمص كده وياخد اللون الذهبي. هو طبعا انا عاملاه على نار هاديه. ده هنحمصه في 10 دقايق. هو يتحمص في 10 دقايق وياخد اللون الذهبي. الجوز بدأ يتحمر ازاي، الجوز بتاعنا خلص. هنقله في حله اكبر
عشان كل ما هحمص في الحله دي هنقل فوق، هحطه فوق بعضه. عشان السمسم هحط ده كله. لو بقى هننزل السمسم اهو، شوفوا زي الفل اهو. هنحمصه عشان ما نحرقوش، هيتحمص ويخرفش كده ونرجع تاني. ده نص كيلو سمسم اتنقى واتغسل واتصفى وهحمصه اهو. انا مرضتش احطه على النار من غير سمنه الاول، علشان هو اصلا السمسم انا جايباه متحمص، فانا لو حطيته تاني على النار من غير سمنه بعدين ارجع احط السمنه هيتحمر هادي اهي. فين مش هحطه في حاجه تانية عشان لا، عشان برضو السمنه بتاعته مرضاش. هحطه فوق الجوز هنا، الجوز برد برضو اهو، شوفوا صوته خرفش ازاي. احطه فوق الجوز. نزلت بقى بالمغاد. انا كنت مفكره ان انا بصور، اتبين كانت الكاميرا مقفوله. على السمنه الباقيه اللي هو تالت جزء كنت عايناه من السمنه، واقلب. هحمص لحد ما لونها يغمق شويه. طبعا دي السمنه اللي لفت عليها بس، لكن انا عايزه احمصها برضو هتخرفش. صوت المغاد هيخرفش عشان ما يبقاش نايم. زي ما قلت لكم في اتجاه واحد كده وعلى نار هاديه. ده هياخد من 15 دقيقه ل 20 دقيقه بالتقليب ده في اتجاه واحد بالراحه وعلى نار هاديه عشان عرق المغاد يستوي. ده المغاد. انا هنا حطيت السمسم على الجوز، وفي نفس الحله بعد ما خلصتها من السمسم احط بقيه السمنه اللي هو تالت جزء، واحط المغاد اللي هو العرق الابيض المطحون ده وفي اتجاه واحد كده اهو بالراحه لحد ما احس ان هي برضو خرفشت كده وسابت الحيطان بتاعه الحله. اقوم ايه انزل بقى بيها على الخليط ده اللي هو السمسم والجوز، وبعد كده احط التحويجه بقى. التحويجه تقعد مع الخليط ده دقيقه على النار واحده بس، عشان التحويجه دي لو زادت هتمرر. وانا كل ده بعمل كل حاجه على حده عشان ادفع كده يا جماعه. اللي انا قلت لكم عليه اهو، شوفوا بتسيب الحله ازاي. شوفوا اهو ده المخيط اهو. يبقى كده استوى. هضيفه بقى على الخليط ده وهضيف التحويجه. رجعت الحاجه كلها مع بعضها. هعمل ايه؟ هنزل بالتحويجه. التحويجه دي هقلب كله بقى في اتجاه واحد لمده دقيقه اهو. هقلبه مع بعض ونرجع تاني كده بقى اهو. قلبناه كله في اتجاه واحد كده، ما ينفعش اعمل العكس اهو. هو يعتبر كده خلص وريحته جميله اهو، بس كده خلص. وهطفي عليه اعبيه في برطمانات على طول واسيبها مكشوفه. ما ينفعش ان انا اسيبه في الحله لما يبرد هيجمد، ومش هينفع ان انا اكسره. والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر